من اهم التقنيات اللي لو بدأناها برضو من واحنا صغيرين مش هنحتاج حاجات كتير واحنا كبار. البلازما. البلازما اللي هو البي ده ار بي. حاجه حديثه طبعا البليتلت ريتش بلازما بالظبط. البلازما مع اختلاف انواعها ومع اختلاف الانابيب بتاعتها الا انها كلها مفيده. كلها هتعمل على الترطيب الداخلي للخليه، هتعمل على انها تريستور الكولاجين والالاستين بتوعنا، هتخلي البشره على طول فيها نضاره، فيها صحه، سنها اصغر، الجلد انعم، انتكت اكتر، ما فيهوش كتير ندبات كده ندبات، ما فيهوش كتير رؤوس سوداء، ما فيهوش كتير جفاف. فعلا البلازما من التقنيات الممتازه في مراعاه جوده الجلد على مدار السن، ودي مش تقنيه صعبه خالص، وستات ورجاله طبعا. وهي الحقيقه يعني احنا اتكلمنا فيها كذا مره، بس انا برضو عايزه دكتور نهى يعني تقول قد ايه هي الموضوع. احنا بناخد جزء من دم الكلاينت نفسه، فممكن حضرتك تقول لنا برضو يا دكتور. بصي حضرتك، هي بتتاخد ازاي كتكنيك؟ احنا بنسحب عينه من دم المريض او المريضه، نحطها في الانبوبه. انابيب البلازما في ناس بتستخدم الانابيب بتاعه المعمل وبتعمل بيها البلازما وبتكون ناجحه، بس ما بتاخدش مده في الوش، او مفعولها ما بيبقاش مدته زي مفعول التيوب الاصليه بالظبط. الانبوبه الاوريجينال بتاعت البلازما هي بتبقى مضاف اليها من بلدها عوامل النمو. التركايه كلها في البلازما هي عوامل النمو. ليه عملت البلازما دي طلعت حلوه، عملت البلازما دي طلعت نص وده نص. بنسمعه كتير فعلا يا دكتور. ان العوامل النمو هي اللي بتضاعف الصفات الجيده في الدم بتاعي الى ملايين الاضعاف، مش الى الاف الاضعاف. فهنا علشان كده في ناس تعمل بلازما تقول انا ما حسيتش بفرق كبير، وفي ناس تعمل بلازما تقول لا انا حسيت بفرق كبير بس قوي. في جميع الحالات هتفيد. بس هي الدكتور قالت هي درجات. هي درجات في جميع الحالات هتفيد، وهتفيد جميع انواع البشره، دهنيه، جافه. ده بقى حاجه عامه. يعني لو حضرتك عايزه تقنيه عامه خلينا نقول البلازما.